السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تعلم ما هي الكلمات التي تضمن بها بابا من أبواب الجنة؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لا شك أن كلنا نتمنى أن ندخل الجنة، والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في الجنة. لما قيل للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله رحمة واسعة، قيل له يا إمام متى الراحة؟ عايزين نرتاح، تعبنا من ابتلاءات الدنيا، ده إمتى؟ ده في زمن الإمام أحمد، أمال لو شافوا الزمن اللي احنا فيه ربنا يعافينا ويعافيكم. قالوا له يا إمام متى الراحة؟ قال والله لا راحة أبدا إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. أما قبل ذلك فزي ما انتم عارفين بقى دنيا كلها ابتلاءات ومشاكل، وربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. ثم بعد ذلك قبر بقى وبعث وحشر ووقوف بين يدي الله وميزان وصراط وجنة ونار. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قولوا آمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يدلنا على باب من أبواب الجنة. طيب الأول عايز أسألكم سؤال، إيه أحسن باب من أبواب الجنة الثمانية؟ حد عارف؟ حد فاكر؟ بالظبط كده، الباب ده هو باب بر الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب هنا بقى نرجع لموضوعنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيدلنا على كلمات نضمن بها بابا من أبواب الجنة. إيه هي الكلمات ديت؟ ورد في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، باب من أبواب الجنة. وفي رواية عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول جل وعلا أسلم عبدي واستسلم. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة من تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فأنا عايز حضراتكم تستشعروا هذا المعنى، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان بينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول لي من حال إلى حال إلا بقدرة الله وإلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فلو قلنا ذلك أمدنا الله عز وجل بقوته وتوفيقه سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بنقول في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك، والحديث رواه البخاري، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثم نقول باقي الدعاء. فهذا انخلاع من الحول والقوة، ولذلك هو ده السر في القضاء والقدر. في إيه؟ في حاجتين، في العلم والقدرة. ده واضح جدا في دعاء الاستخارة. فإني إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وبعدها بيقول إيه؟ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. علم وقدرة هو ده السر في القضاء والقدر سبحان الله. فالإنسان لما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا علم لي ولا قدرة لي إلا بالله، لا تحول لي من الفقر إلى الغنى إلا بالله، من المرض إلى الصحة إلا بالله، من الخذلان إلى التوفيق إلا بالله، من كذا إلى كذا إلا بالله. لا أستطيع أن أفعل شيء في الدنيا كلها إلا بحول الله وقدرته. فلا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة وكنز من كنوز الجنة. بالله عليكم أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله، فوالله هذه الكلمات من أعظم أسباب
التوفيق في الدنيا والآخرة، ومن أعظم أسباب تفريج الهموم في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقكم التوفيق، وأن يعني يرفع عنكم كل هم وحزن وبلاء وكرب يا رب العالمين، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.